الف الف وارجع للاكله ديت. ما انا بصراحه ما بقدرش استغنى عنها، مهما اكل اطعمه كتير برضو بحب اللي انا ارجع لها، لانها طعمها مميز جدا وغير اي كفته انت عملتيها قبل كده. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت عليه بصلتين ناعمين جدا بشراهم في المبشره اليدويه في الناحيه الناعمه. وعايزه اقولك انا بحط البصل على اللحمه المفرومه بالميه بتاعته، ما بصفوش من اي ميه. اما التوابل بقى استغني تماما عن كل التوابل اللي موجوده عندك في المطبخ، وانا مش طالبه منك غير ملح وفلفل اسود بس. اعجني بقى وقلبي الكلام ده كله مع بعضه لحد ما تسمغي اللحمه مع البصل كويس جدا. اوعي تقلبي تقليبه كده وخلاص، لا لا لا، مش دوت اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نعجنها كويس جدا، واوعي تفكري تحطيها في الكبه وتعجنيها في الكبه. انا مش عايزه كده، انا عايزاكي انت اللي تعمليها بايديكي. والمرة دي مش هنعمل الكفتة ولا في الصينية ولا في الفرن، دي احنا هنعملها في الحلة وعلى عين البوتاجاز. في المرحلة ديت انا قلبت اللحمة كويس جدا زي ما انت شايفاها كده، بدأت اللي هي تتسمغ معايا وبقت تمام. ده يا هبه البصل كله ميه، ما هو دوت المطلوب. حضرت معايا حله، والحله اللي انا بستخدمها دي حله الومنيوم. استخدمي اي نوع حله متوفر عندك، مش هتقولك لا، سواء استانلس او جرانيت او تيفال او حتى الومنيوم زي اللي انا بعمل فيها ديت. هحط بقى معلقتين سمنه كده، والسمنه ايا كان نوعها سواء نباتي او بلدي مش هتقولك لا، بس لو سمنه بلدي بقى هيبقى الموضوع رايح في حته تانية. اللي عندك حطيه. خلاص كده فردت السمنه في ارضيه الحله. ابدا بقى ان انا اصبع الكفته بتاعتي كويس جدا بالشكل ده، وانا مش عايزه الصباع يكون كبير قوي، انا عايزاه كده قد كف الايد زي ما انت شايفه كده. هخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، وانا مش عايزاكي ترصي الكفته في الحله، انت ارميها في قلب الحله بطريقه عشوائيه. بس كده الناس اللي متابعاني من اكتر من 8 سنين على السوشيال ميديا هتعرف الكفته ديت، وكمان هم جربوها وعجبتهم جدا. اللي جرب الكفتة دي قبل كده مني يقولي في الكومنتات. بعد كده بقى هرص الكفتة بالشكل دوت في قلب الحلة، مش برصها انا بصراحة، بحطها فوق بعضيها كده، ما بتفرقش معايا الشكل، انا اهم حاجة الطعم والنهاية تبقى عاملة ازاي. صليتي بقى على الرسول؟ طب يلا بسرعة صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو أول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تعملي بقى متابعة للصفحة وتشيري الكفتة دي، لأن الكفتة دي من أيام أمي وأمك زمان، فعايزة أقولك ديت اللي احنا تربينا عليها. خلاص كده أنا حطيت الكفتة كلها بنفس الطريقة كده فوق بعضيها، مش برص ولا أي حاجة، أنا بحط فوق بعضه كده. خلاص كده خلصت معايا الكمية، لا لسه اصبري بس هخلص الكمية كلها. اول ما تخلصي الكمية كلها هنغطيها ونرفعها بقى على النار، وتعالي نوصل للمرحلة بتاعة التسوية. لان اهم ما في الموضوع مرحلة التسوية. ممكن تعملي كل حاجة صح، لكن توصلي لمرحلة التسوية تتحول معاكي من كفتة للحمة معصجة، واحنا مش عايزينها كده، احنا عايزين الصباع يطلع بحاله كده. والكفتة دي بتتاكل جنب جميع انواع الاكلات، زي ايه هقولك واحنا شغالين. هاخد الحلة بقى وارفعها على العين الصغيرة وهدي النار، واخلي الكفتة تنزل المية بتاعتها كلها وتبدأ تغلي فيها بالشكل دوت كده، وهسيبها لحد ما تشرب كمان السوائل اللي نزلتها. كل دوت على العين اللي انت بتعملي عليها القهوة، العين الصغيرة جدا، وهسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. الكفتة دي بتتاكل جنب مكرونة، تتعمل سندوتشات بالفينو او بالعيش، محشي، صينية بطاطس، اي نوع خضار ورز وشعرية مش هيقولك لا. بصي بقى انا هغطيها واسيبها لحد ما تتشمع معايا. اول ما تتشمع معاكي بقى كده تشرب كل السوائل ديت وتبدا تتشمع معاكي، هتبدا بقى تكب السمنه بتاعتها فوق الوش زي ما انا هوريكي دلوقتي. هي ما بتاخدش وقت على النار خالص، بس اهم حاجه تسيبيها على نار هاديه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده بتبدا تتشمع معاكي، والطعم بيبقى حكايه، ولا ريحتها بقى المفحفحه بقى مش قادره اقولك عامله ازاي. السمنه اللي بتنزل منها دي ممكن تحطي معلقه صغيره منها كده بس على ايه، على الاكل وانت بتعمليه. الله الله. بصي بقى صباع الكفته بسم الله ما شاء الله زي ما هو، ولا اتفك ولا حصل له اي حاجه، زي ما انت شايفه كده، والطعم حكايه. لازم تجربيها بنفس الطريقه، لو متعوده على الطريقه العاديه جربي بقى تعملي الطريقه دي. هستناكي بقى تشيري الوصفة عشان الكل يستفيد ويعملها ويغير كمان في الأكلات. أكلات زمان اللي ما نقدرش نستغنى عنها، اللي فيها ريحة أمي وأمك وستي وستي. بس كده بحبكم جدا، سلام عليكم.